النهاردة هتكلم عن حاجة مهمة جدا. لو أنا دخلت في بيت حد لقيت عنده أوضة مليانة برتقان، هقول إيه ده إيه ده إيه ده كتير قوي. طب لو دخلت لقيت نص الأوضة برضو كتير. طب لو في نقطاية الصغنونة دي برضو عنده برتقان. أهو ربنا قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني اللي عنده طن زي اللي عنده كيلو، زي اللي عنده واحدة برتقانة، زي اللي عنده فص، زي اللي عنده نقطاية من البرتقان، مش داخل لا جنة الدنيا ولا جنة الآخرة. اللي حاسس ان هو عايش في نار كده في الدنيا، في مشاكل، في قلة فلوس، في كل شوية ابتلاء، في حاجات كده، يراجع هو عنده ايه بالظبط من البرتقان. ربنا ما بيظلمش مثقال ذرة. هو قال اللي عنده طن من الكبر زي اللي عنده فص، زي اللي عنده نقطة، زي اللي عنده ذرة. ده قانون ربنا. في كلام الشيطان خلانا نغيره عشان هو كبر، بس حب يحطه في سلوفان كده، حاجة كده، عشان يبقى عنده ديكوراسيون كده، شكله يبقى حلو. انا عندي دم، انا عندي كرامة، انا مش عارف ايه، حاجات كده. الكلمات دي ما كانتش موجودة زمان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه قط. واحنا اي حد يضايقنا نتقنص ونتعصب ونتضايق وهنتقم منه واخد حقي منه. لا، المؤمن القوي. ايه المؤمن القوي ده؟ معلش، زي انا صابر سيبوني في حالي. معلش، صابر ازاي يعني؟ في اسامي احنا بنسمي نفسنا بيها، مش معنى كده ان هي الاسامي دي حقيقية. يعني لو قلت انا ايماني قوي جدا، على اساس ايه؟ انا من المحسنين، انا من المتقين، انا من الصابرين، على اساس ايه؟ على اساس معايير انا حطيتها لنفسي ولا اللي ربنا حطها؟ ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه قط. في معاييرنا بقى اللي ما بيغضبش لنفسه قط ده ايه؟ اللي هو القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. ده في عرفنا احنا اسمه ايه؟ مش راجل مثلا، انه واحد غلط فيه وما تعصبش. في عرفنا احنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احسن لمن اساء اليك، في تقييمنا احنا ده مؤمن ضعيف. عند ربنا تقييمه محسن. في تقييمنا احنا اللي بياخد حقه بقى وما ما بيقبلش ابدا حد يغلط فيه، ده مؤمن قوي. عند ربنا عنده كبر. في فرق من لما يبقى ليا عند حد فلوس مثلا، ليا عند حد حق مادي، بطلبه وانا بهينه، هات حقي، ولا بطلبه وانا ممكن افضل اطلبه وانا متعصب ومتنرفز وبزعق وكده، وممكن اطلبه بمنتهى الهدوء والادب وسوء. فانا لازم اراجع حساباتي، لان لو عندي فص او ذرة من الكبر مش هدخل الجنة. لو انا كل يوم بيجيلي حاجات ناقصة في حياتي، كل يوم بيحصل لي مشاكل، كل يوم حاجة بتنقص مني، اراجع حساباتي. لان ربنا قال قليل من عبادي الشكور، قليلين اللي بيجيلهم حاجات كتير كل يوم. ليه؟ لان شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. عايزة اعرف انا ماشية صح ولا لا، اعرف هو انا كل يوم في زيادة ولا كل يوم في عذاب. ده دليل ربنا ليا، مش دليل الابتلاءات. ده من الإيمان ورفع درجات اوكي تمام. لما الاقي نفسي انا بقيت كل حاجة بعملها صح، بقرأ قرآن جامد جدا وبصلي جامد جدا ومبغلطش في حد ومن المحسنين وما عنديش كبر وما عنديش وما عنديش وما عنديش وما عنديش وكل حاجة صح، وربنا ابتلاني، ساعتها اقرر ان دي رفع درجات. لكن ما يجيش واحد ما بيصليش، وما يجيش واحد بيشتم، وما يجيش واحد ما بيغضش بصره، وما بيجيش واحد مش محسن، وما يجيش وكده ويقول انا الابتلاء ده بتاعي رفع درجات. مش هو ربنا بيكفر بيه ذنوبي، مش علامة ربنا ليا ان انا ماشي غلط. ربنا من كرمه
انه لما بنمشي غلط بيفضل يخبطنا 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 عشان ننتبه، مش بينتقم مننا، لا بس هو بيخبطنا عشان ننتبه. ما انتبهناش طخ، ما انتبهناش طخ، رحمة منه، بدل ما نطلع فوق نعرف الحقيقة احنا ماشيين صح ولا غلط. فلو انا الاقي انا بتخبط عشان ادخل على الصراط المستقيم ولاقي نفسي ماشية تحفة صح، اعرف ان دي رفع درجات. لكن لو انا ماشية غلط وبتخبط، اراجع حساباتي عشان اقعد اخد في زيادة. قلتم ان هذا ليه يا رب فقر، ليه يا رب مش عارف اجيب حاجتي، ليه يا رب كل المشاكل دي، قل هو من عند انفسكم. اراجع حساباتي في ذرة الكبر عشان اعيش في نعيم. صراط الذين انعمت عليهم لنحيينهم حياة طيبة. عايز اعيش حياة طيبة، عايز اعيش في نعيم، عايز اعيش في زيادة مش في عذاب. لان كفرتم ان عذابي لشديد. ما فيش عند ربنا حاجة تالتة، اما شاكرة واما كفورة. لو انا شاكرة هاخد كل يوم زيادة، لو انا كفورة هاخد كل يوم عذاب. ما فيش عند ربنا طن الكبر زي فص، زي نقطة الكبر. كل واحد كله هيعيش في عذاب. عايزة حياتي تتصلح، ما هوش افكر ده عنده كبر وده ما بيصليش وابني مش عارف ايه وجوزي في لا، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ادور في نفسي الاول، اغير في نفسي الاول، كل حاجة هتتغير. اللي مش عايش في نعيم يراجع حساباته. لو انا شايفة نفسي من الناس التحفة اللي بيعملوا كل حاجة صح، اللي بيصلي الصلاة على وقتها، اللي ما عنديش كبر، اللي بعمل كل حاجة يا سلام جامدة جدا، ما بغلطش خالص، يبقى اللي انا فيه ده رفع درجات.